ازيكم عاملين ايه؟ انا ايه مدرسة لغة عربية وجاية النهاردة اعلمكم ازاي تستخدموا جيميناي عشان خاطر تعملوا حصة تفاعلية اونلاين للاطفال. دلوقتي احنا عندنا جيميناي بينقسم لكذا حاجة. الاول احنا نقدر نسأله عن اي حاجة تخص الحصة بتاعتنا او اي حاجة تخص المنهج بتاعنا او اي معلومات عامة. ازاي هنعمل محادثة جديدة خالص ونبتدي نتكلم فيها. طيب اول حاجة المفروض ان احنا لو عايزين نطلع منه احسن نتائج ان احنا هنقدم له او هنعرفه احنا ايه. يعني انا مثلا دلوقتي هقول له انا آية مدرسة لغة عربية وبدرس لسن التأسيس والمرحلة الابتدائية، وعاوزة اخلي الحصة بتاعتي جذابة للأطفال. اهو اول حاجة عندنا قال لنا ان احنا نستخدم اللعب عشان خاطر اللعب هي المفتاح علشان خاطر نتعلم، والتكنولوجيا التفاعلية زي الفيديوهات القصيرة والألعاب الرقمية. طيب وإيه تاني؟ بيقترح حاجة اسمها لوحة النجوم، بس دي في الفصل أنا دلوقتي، أو الصلصال لو أنا في الفصل. طيب أنا دلوقتي بدي حصص اونلاين، مش بدي حصص اوفلاين. ازاي اخلي الحصص دي بالذات لو سن صغير زي سن 5 سنين دي ان الطفل يكون قاعد معايا مش زهقان ومش متضايق ومش عايز يقفل ومش عايز يقوم ومش عايز يخش التويليت ومش عايز ياكل مش عمال يزن. اول حاجة احنا نقدر نعمل هنا صور. هنخش على كلمة صور دي ونجرب. انا دلوقتي عندي بنوتة 5 سنين بعلمها الحروف وهي بتحب تلون قوي. لو انا عايزة اخليها مثلا تلون حرف الالف، ازاي اخليها ازاي اعمل لها صورة ممتعة وحلوة علشان خاطر ايه تلونها. هاجي اطلب منه هنا في الصور هقول له عاوزة صورة لحرف الالف للتلوين لطفلة 5 سنين. وخليكم مملين يعني قولوا له كل حاجة بالتفصيل علشان خاطر يطلع نتيجة كويسة. وهنستنى يطلع لنا ايه صورة نلونها. هو بيقعد كده من 30 ثانية لدقيقة علشان خاطر يطلعها، بس بصراحة يا جماعة بيطلع معايا الصور حلوة قوي. طيب هو طلع هنا عندنا الصورة حرف الألف شكله كويس وعليه الهمزة وتاج وألوان وحاجات، بس بصراحة الشكل ده مش حلو. ده مش شكل حرف الألف خالص، ومدينا هنا أرنب ومدينا تفاحة. أنا مش عاوزة التفاحة وعايزة شكل حرف الألف اللي في النص ده يكون حرف الألف بجد. فهكتب له تاني عاوزة صورة لحرف الألف عليه همزة للتلوين وعاوزة أشيل كلمة التفاحة وصورة التفاحة وهندوس انتر. هو العادي ان هو ما بيطلعش الصورة تمام من اول مرة، لا احنا بنقعد نغير فيها، بس بصراحة النتيجة بتبقى كويسة جدا. فاحنا برضه هنستنى من 30 ثانية لدقيقة كده لحد ما يعملها. شال لي صورة التفاحة وكلمة التفاحة، بس برضو الألف اللي في النص مش عجباني. هكتب له عاوزة شكل حرف الألف اللي في وسط الصورة عصاية طويلة وعليها همزة. وهنستنى برضو نشوف ازاي هيعمل لنا صورة حرف الألف اللي موجودة في النص.
وهنستنى من 30 ثانية لدقيقة لحد ما يعمل لنا الصورة اللي احنا عاوزينها. اهو شلنا التاج اللي كان موجود هنا، وراح حط لنا صورة الهمزة، وحط شكل الهمزة قصدي، وحط لنا هنا حرف الألف بشكله الكويس، وادي الأرنب. ودي هتبقى صورة كويسة قوي لطفلة بنوتة صغننة علشان خاطر تلونها. طيب دلوقتي أنا عاوزة أعمل أغنية. مثلا البنوتة دي أنا عايزة أحفظها الحرف ده عن طريق أغنية. هاجي هنا على المكتبة، المكتبة دي اللي بيبقى فيها الحروف، الحاجات اللي احنا عملناها. طيب هاجي في محادثة جديدة واقول له انشاء موسيقى. هقول له انا عاوزة اغنية لحرف الالف لطفلة 5 سنين، وهستنى اشوف هيعمل ايه. برضو المفروض هياخد من 30 ثانية لدقيقة لحد ما يعمل لي الاغنية. المفروض ان احنا كمان عندنا كذا ستايل نختار بيه الاغاني اللي احنا عايزين نعملها، بس انا بصراحة ما اخترتش اي ستايل خالص، خليته هو منه لنفسه كده يعمل لي الاغنية واشوف هتبقى عاملة ازاي واسمعها، وبعد كده لو عايزة اغير فيها هغير فيها. وبصراحة الموسيقى والأغاني من أكتر الحاجات الممتعة للأطفال، اللي بتخليهم يركزوا قوي في الحصة، وبتخليهم مبسوطين وبيفضلوا يرددوا الأغنية، وبيخلوا الحرف بالذات لو هم صغيرين إن هو يثبت في مخهم. تعالوا نسمع هنا الأغنية خلاص عملها. استنوا ما يشغلها كده. يا هلا يا هلا حرف الألف ما أحلى، أرنب صغير يجري هنا، أسد قوي ملك الغابة، أنف نمسحها بمنديل. ألف ألف هيا نقول صوت الألف عالي وجميل. ألف ألف أحسنت يا بطل. وعلى فكرة هو مش بس للأطفال الصغيرة علشان خاطر الحروف. يعني أنا مرة عملت منه المعاني، عملت ليها أغنية كانت لبنوتة برضو كبيرة، كانت في تالتة ابتدائي وما كانتش بتعرف تحفظ المعاني خالص، فعملتها على شكل أغنية وحفظتها. تعالوا كده نعمل فعلا المعاني. هقول له عاوزة أغنية فيها الكلمات دي، وهحطها بين قوسين، مثلا أجمل، وهعمل له شرطتين كده واكتب جنبها أحسن. بعد كده برضو قوس، ممكن نكتب ايه تاني غير اجمل واحسن؟ يروي، واحط النقطتين فوق بعض، يسقي. حاجة كمان علشان خاطر الاغنية تبقى حلوة، النافذة، الشباك. وهقول له اعمل لي الاغنية. احنا برضو على فكرة لو كتبنا له كلمات احنا عاوزينها هو هيطلعها بالظبط. يعني احنا مش لازم نعتمد عليه ان هو اللي يطلع لنا الكلمات، لا انا لو اديته كلمات اغنية هيطلعها لي بالظبط. بعد المعاني دي هعمل لكم اغنية واكتب فيها الكلمات اللي انا عاوزاها بالظبط، وهو هيطلعها لي، وبجد بتبقى حلوة قوي. برضه هنستنى من 30 ثانية لدقيقة. وبصراحة يا جماعة الأغاني دي بجد سحر سحر، بتخلي الأطفال والله العظيم يقعدوا ساكتين ومركزين ومستنيينها أصلا، كل مرة بيبقوا متحمسين ومستنيين هما يسمعوا ايه. فدي من الحاجات بصراحة اللي اكتشفتها وعجبتني قوي. تعالوا نسمعها كده.
هو بياخد وقت بصراحة قبل ما يفتح، بس مش مشكلة. بس انا مرجحش بقى ان حد يعمل الحاجات دي. أهلا يا أصدقائي، هيا نتعلم كلمات جديدة. منظر الحديقة أجمل، وتقدمك في الرسم أحسن. بابا يروي قصة وماما تسقي الزهور. نرى السماء إن نافذة، ونفتح الشباك للهواء. كلمة طيب هو هنا عمل لي الأغنية ان هو زود لي كلمات وما خليهاش الكلمة ومعناها، فانا هكون دقيقة اكتر. هقول له عاوزة اعمل الكلمات الجاية أغنية وهي كلمة ومعناها، وعاوزاهم بالترتيب من غير أي كلام زيادة في النص. وهنعمل ايه؟ هنكتب أجمل، هنعمل قوس الأول ونكتبهم كلهم مع بعض. أجمل، أحسن، تروي، تسقي، النافذة، الشباك. يلا بينا. وهنستنى من 30 ثانية لدقيقة لحد الأغنية ما تتعمل. أهم حاجة برضو بصراحة ان انتوا ما تكونوش بتزهقوا بسرعة، لا هو الموضوع بيبقى عايز ان انتوا تقعدوا وتستنوا. يعني مش من أول مرة الموضوع ما نفعش لا خلاص ده ايه ده مش هينفع معايا خالص، انا مش شغال معايا. لا، افضلوا حاولوا وجربوا لحد ما تطلع النتيجة اللي انتوا عايزينها. وده برضو ما بيضيعش وقت الحصة. يعني أنا لما أعمل الكلمة ومعناها أو السؤال والإجابة أغنية، طب ما الأطفال هتحفظ بسرعة من غير ما أفضل أنتع في قلبي وأقول كذا 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 كذا. خصوصا أصلا إن معظم حاجات الذكاء الاصطناعي ما بتكونش تمام أو ما بتستجيبش بسرعة للغة العربية. يعني هي عندها مشكلة مع اللغة العربية ان هي ما بتنطقهاش كويس قوي 100%، او ان هي ما بتستجيبش انها تعمل الحاجة ليها تمام، واحنا بنفضل نعدل فيها كتير. بس بصراحة لما بتطلع النتيجة بتكون كويسة قوي. تعالوا نسمع بقى. وبعدين انتوا اي محادثات عندكم بتيجي هنا، فانتوا دايما لما تكونوا عاملين محادثة مع جيميناي او اي حاجة ارجعوا. أجمل، أحسن، أجمل، أحسن. تروي، تسقي، تروي، تسقي. النافذة الشباك، النافذة الشباك. اهو شفتوا لما كنا دقيقين اكتر الموضوع اتعمل وخلى الكلمات ورا بعضها وبقت كويسة. يعني احنا مثلا لو شغلنا المعاني كده مثلا ورا بعض تحفة تحفة، او لو شغلنا السؤال والاجابة ورا بعض هتبقى بجد الحصة جميلة موت. انا كنت بفضل اقعد احفظ الاولاد، انا افضل اقول لهم الحاجة وهم يرددوا ورايا، والله العظيم كنت بزهق جدا، كنت بحس ان هم ملوا جدا. لما بقيت اعمل لهم الموضوع ده والله والله حفظوها وبقوا كويسين فيها. تعالوا بقى اما اقول لكم ازاي نكتب اغنية وهو يعملها لنا. يعني انا مثلا هكتب اغنية عن السكون، عن حركة السكون، فهقول له انا عاوزة اغنية دي. الاغنية ايه؟ انا دايرة صغننة، انا نونو مدورة، مقدرش اقف لوحدي، لازم حركة قبلي، منورة. يلا بينا. وهنستنى برضو من 30 ثانية لدقيقة لحد ما تتعمل.
المشكلة بقى، أو مش المشكلة، الحاجة الجميلة أوي إن انتوا لما تيجوا تحفظوا الأولاد الحركات واللي هي الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة بالأغاني، هم عمرهم ما بينسوها. وبالذات السن الصغير ده والله العظيم بيبقى مبسوط جدا بموضوع الأغاني ده، لأن هم بيبقوا زهقانين بشكل، بيبقوا مش طايقين اصلا الحصه. كون ان انت تقعدهم ساعه دي علشان خاطر ياخدوا حصه في عربي او ماس او انجليش، بجد بتبقى بالنسبه لهم عذاب لو ما فيهاش مليون الف حاجه ممتعه. انا المفروض ان هو عملها كده، تعالوا نشوفها. الفكرة بقى ان انتوا مثلا احنا خلصنا خلاص وخرجنا، ارجعوا على نفس المحادثة اللي كان فيها الأغاني بقى واستمروا فيها، إلا لما يعطل خالص بقى وما يرضاش يعمل لكم حاجة جديدة، وساعتها هيعملوا محادثة جديدة. ليه؟ لأن هو خلاص بقى بيكون فهم دماغكم. يعني مثلا لو انت مدرسة عربي، لو انت مدرسة ماس، لو انت مدرسة انجليزي، افضلي في نفس المحادثة دي علشان خاطر هو يبقى فاكرك وعارف انتي مدرسة ايه او بتعملي مواد ايه، فهو هيفضل يعمل على نفس النهج اللي انت كنت فيه، مش هيزود لك عنده حاجات. أنا دائرة صغننة، أنا نون مدورة، ما أقدرش أقف لوحدي، لازم حركة قبل منورة. بصراحة من الحاجات اللي انا بحبها فيه اللي هي الاغاني دي، اقسم بالله. طيب تعالوا بقى اوريكم ازاي بقى تعملوا لعبة بمنتهى البساطة. هنروح على محادثة جديدة وهندوس على علامة الزائد دي وهنقول له خلينا في كانفاس. هقول له عاوزة لعبة عن حروف الجر. يلا، وهستنى من 30 ثانية لدقيقة، انا عارفة ان انا زهقتكم في الموضوع ده، علشان خاطر يعمل لي اللعبة اهو. بس هو بصراحة النهاردة لذيذ، بيعمل على طول اهو. اللعبة بتبقى عندنا كده، بنختار وهي بتبقى كويونات الأولاد بتاخدها، وبتبقى فظيعة. يعني عادة الطائرة من في ولا من ولا لي، هتبقى من اهي، وبيبقى كاتب لهم هنا. احسنت. نقدر نلعبها في الحصة، نقدر نلعبها بره الحصة، نقدر نديها للأولاد تبقى زي مكافأة أو هوم ورك إن هم يعملوها، بالذات الأولاد اللي هي بتاخد كورسات في الصيف، بتبقى مش عايزة هوم ورك تاني بقى، بيبقى كفاية عليهم هو إن هم طول السنة. ممكن نعمل لعبة ايه تاني؟ تعالوا نعمل لعبة عن الحروف. عاوزة لعبة عن حرف الألف. استنوا برضو نشوف هيعمل لنا ايه. تخيلوا طفل 5 سنين المفروض ان هو ايه يلعب. هنا المفروض ان هو يضغط على الكلمات التي تبدأ بحرف الألف اهو. ألف 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 ألف. وكل بقى ما بيدوسوا بيبقى فيه كوينات. انا عايزه اقول لكم ان بيبقى فيه بلالين بقى، بلالين بتبقى طالعه وهم بيدوسوا عليها. تعالوا نعمل اللعبه دي. عاوزه لعبه عن حرف الباء تكون فيها بالونات. اللعبة دي لذيذة قوي، لان هما بقى بيشوفوا البالونات وهي بتطلع وبيبقى جواها الكلمة او الحرف، وهما المفروض ان هما يدوسوا عليها، فبتبقى لذيذة قوي برضو.
وبصراحة الأطفال بتتبسط بالحاجات دي، إحنا كبار بنبقى مبسوطين. يعني مثلًا دي المفروض إن إحنا ندوس هنا على كل حاجة بيبقى فيها حرف الباء. تخيلوا هُم شايفين بقى البالونات دي بتطلع والمفروض إن هُم يبقوا مركزين وكده، وكل ما بيدوسوا على بالونة بتفرقع بالمنظر ده وبتديهم زي مكافأة، فهُم بيبقوا مبسوطين أوي بالموضوع ده. تعالوا أقول لكم برضه على حاجة لذيذة كده، إحنا عملنا أغاني وعملنا لعب. تعالوا ندوس على محادثة جديدة وبرضه هندوس على canvas ونعمل قصة. تخيلوا الأطفال الصغيرة دي لما نيجي نعلمها حرف أو حركة عن طريق قصة. يعني دلوقتي هقول له أنا عاوزة قصة عن حرف الألف أو عن البحث عن حرف الألف بالصور، وهكتب له الطفلة وتكون لطفلة 5 سنين. موضوع القصص ده والله من الحاجات الممتعة جدا اللي الأطفال بتتبسط بيها، لأن هي بتطلع بقى بتكون ازاي، بتكون كتاب على الشاشة وبيفضلوا يقلبوا الصفح بتاعته كأن كده ماما ماسكه لهم كتاب بالليل وبتحكي لهم القصة، فالأطفال بتبقى متحمسة قوي للموضوع ده. غير كده كمان هم يقدروا يسمعوها بصوت ال AI، مش ان انتوا تحكوها. يعني انتوا عندكم اوبشن ان انتوا تحكوها جوه الحصة او ان انتوا تسمعوها عن طريق ال AI، فبتبقى لذيذة جدا جدا جدا. كده احنا عملنا لهم اغاني ولعب وقصة، فالموضوع بيبقى لذيذ. بس موضوع القصة ده بيتأخر شوية، فاحنا ممكن نستناه لحد ما تتعمل. اهو بصوا بتبقى عاملة ازاي. تعالوا بقى نكبرها وتبقى كده كتاب وبيتفتح وبيبقى يمنا صورة، او مثلا لو انتوا عندكم بالانجليش هتبقى الشمال صورة والناحية التانية الكلام، بس هو بياخد وقت شوية عبال ما يحمل. وعندنا هنا فوق استماع، تقدروا تسمعوا القصة بصوت ال AI او ان انتوا تحكوها. وكل بقى ما بندوس على الكلام ده بيقلب الصفحة، يفضل يقلبها. والقصة عموما بتبقى 10 صفح، بتبقى 10 صفح بالمنظر ده، وتبدأوا من أول وجديد. تعالوا سمعكم الصوت. أمل ورحلة البحث عن حرف الألف. في صباح يوم مشمس، استيقظت الطفلة الصغيرة أمل، وهي تشعر برغبة في خوض مغامرة. بصوا بتبقى لذيذة ازاي. هما بيسمعوها او احنا بنحكيها وهي بتحرك نفسها. انا ما دوستش على اي حاجة، هي حركت نفسها علشان خاطر ان هي تتعمل، يعني تقرأ وتبقى معاهم خطوة بخطوة. بس ده كان جيميناي علشان خاطر نعمل حصة تفاعلية جميلة جدا اونلاين للاطفال. وبقى انتوا تقدروا تعملوا ده، انا مثلا بعمله للاطفال الصغيرين، انتوا تقدروا تعملوه للاطفال مش للاطفال الكبار. للكبار تقدروا ان انتوا تكستمايز الحاجة على اساسهم. عندنا قصة، عندنا اغاني، عندنا لعب، عندنا حاجات لذيذة قوي بالنسبة لحصة تفاعلية اونلاين للمدرسين. ولو حد محتاج اي سؤال ياريت يكتب لي في الكومنتات. باي باي.